هذا البطل طالب الجامعة هذا عمار كانت وجهه طلع وقتها على الانترنت. هلا تخبرني قصتك ايه؟ هلا انت ما متت؟ لا. طالب من دفعتهم يدعى عمار بالوش يطلق الرصاص على زملاء له شاركوه الحياة والدراسة، وإذا بأوراق الامتحان البيضاء على المقاعد تمتزج بالدماء لتكون شاهدا على غدره بهم. أنا كنت طالب هندسة طبية. كان معك فرد انت؟ إيه. بالجامعة؟ كيف ما فتشوك انت فايت على الجامعة؟ هو طريقتي. كيف قدرت ترجع تسلحب من الجامعة؟ طلعت من الباب الخلفي ونطيت مع سور الجامعة. كانوا لاحقينك؟ لا، أول شيء كان في اثنين بس ما بعرف إذا طلعت لورا كانوا بعاد شوي. وصلت للسور ونطيت مع السور، مشيت كمان شوي أخذت تاكسي. يعني المشي كان مع حد فرع فلسطين. مع الفرق. اخذت تاكسي ويلا على رنكوس. يعني مش دوري على رنكوس، يعني أول شيء أخذت تاكسي على راس الزينب، حكيت مع أهلي إنه طلعوا من البيت وسكرت الجو. بعدين ركبت الميكرو وصرت هيك 4 حسين. لما قوست خضر صار بده يدافع عن بير اللحام كمان. بير اللحام كان من اسمائهم الأخضر الخازم وبير اللحام وسلطان رضوان جورج فرع وحسين غنم. الصدفة ومشان خضر إنه 2 مسيحية وواحد درزي وواحد شيعي وواحد شبيحة مين بيشتغل شبيحة غيرهم؟ تمام. يعني وصفوك مختلف انواع التوصيفات، شو بدك ترد؟ شو ما وصفوا لما يكون اعلام الدولة مثلا اعلام بشار الاسد كله موجه ضدي، شو بدي اكون انا مثلا عند العالم كله؟ طيب انت شو بتقول لهم؟ بقول لهم انا بريء ومش ارهابي مثل ما وصفوني. بريء بس مش بريء من هيدي الحادثة. لا، من هي الحادثة لا. يعني حتى في ناس كانوا معهم، يعني كنت بتمنى انه لو بضحيهم. ما ندمت يعني؟ لا الحمد. اهلك عملوا شيء يعني بعد ما عملت هيك؟ ضايقوا منك؟ هلا اهلي اول شيء انه ضايقوا عليك، بدهم اياك تكفي علمك. راح البلد. يعني ما حدا اول شيء توقع انه يطلع من هونيك بهالسرعه، وخلال الحمد لله ساعتين. يعني الحادثه صارت 9:15 الصبح و11 ربع كنت هون. الدولة كلها استنفرت، كلها سكرت عليك. كل مطارح بدهم اياه. حاجز معربة بنفت منه كمان. برزة معربة بالزاهرة بكل المناطق كلها سكرت. ما غطيت وجهك؟ ما عملت شيء هيك؟ ما لحقوا؟ وصفي قالوا انه مسدس ابي وابي كانوا على ابدا. مسدس مرخص من نظامي بس لانه الي صورة هيك قالوا انه وقبل شو قلت لي؟ مسدس الي قبل شو قلت لي مشان اهل اللي قتلتهم ما يدوجوا؟ انه طلعوا الاشاعة انه قتل عمار بلوش لحتى يسكتوا. مشان يسكتوا الاهل. كيف لطالب علم أن يحمل السلاح بدل القلم، ولخدمة من تنفذ هكذا أعمال إجرامية منبوذة وغريبة عن ثقافة المواطن السوري؟ سؤال برسم من يريد الخير والأمان للوطن وأبنائه.